طبعا المكرونه البشاميل من احسن الاكلات اللي دايما بنحبها، ودايما بتشرفنا في اي عزومه، ودايما مهما كان 100 صنف على السفره دايما بنجري عليها. مساء الخير يا حبايبي، هنعمل دلوقتي مع بعض احلى مكرونه بشاميل. يلا بينا. اول حاجه في طاسه سخنه على النار، بعد كده هنزل بشويه زيت، بعد كده هنزل ببصلتين مبشورين. اول ما الزيت بتاعنا يسخن وانا قبل ما اعمل البصل حطيت ميه تغلي المكرونه، تمام، عشان انجز وقت. هنزل بالمكرونه بتاعتي، تمام. اول ما الميه تغلى بعد كده هنزل بشويه زيت كده على المكرونه عشان ما تعجنش معايا، وشويه ملح، اول ما البصل كده بدأ يدبل هنزل بالايه ربع كيلو لحمه مفرومه. اهم حاجه واحنا بنسلق المكرونه زي ما انتم شايفين كده ما نغطيش عليها. ربع كيلو لحمه مفرومه بياخد ربع كيلو بصل. هنقلبها كده مع بعض. اول ما اللحمه كده بدأت تاخد تضميره هنزل بالتوابل بتاعتي اللي هي فلفل اسود ورشه قرفه ورشه 7 بهارات اللي هي بهارات اللحمه، وهقلب كده مع بعض. رشه ملح، وهنزل بمعلقتين صلصه كبار هتديها طعم ولون حلو جدا اللحمه المفرومه بتاعتنا، وشويه ميه صغيرين خالص، واسيب اللحمه بتاعتي تكمل سواها. وادي اللحمه بتاعتي معانا استوت، والمكرونه برضو استوت. المكرونه مش عايزاها تستوي على الاخر، يا دوبك 3/4 كده، عشان هي كده كده لسه هتكمل سواها في الفرن. بعد ما صفيت المكرونه بتاعتي في نفس حله المكرونه هعمل البشاميل بتاعي عشان ما نستهلكش مواعين كتير. هنزل هنا ب4 معالق زبده، ولو ما عندكيش زبده عادي ممكن تستخدمي سمنه. هنزل بعد كده ب4 معالق دقيق كبار اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه السمنه اهو بلتر حليب، وهفضل بقى ايه اقلب كده لحد ما كله يتجانس مع بعض. وهنزل برضو بمكعب مرق الدجاج، ولو عندك جبنه نستون حطيها بتدي طعم حلو برضو قوي. انا الصراحه ما عنديش. ورشه ملح صغيره، ما تكتريش الملح. شايفين هي قد ايه جوسي. عايزه اقول لكم طعمها بجد خرافه، جربوها قولي رايكم في الكومنتات.